واحد الجروب كانوا شاعلين النار ومعهم الكلاب، والكلاب بداو كينبحو علينا وضواو فينا الضو، وحنا هربنا وتبعونا وما عرفنا واش عسكر ولا مافيا. العذاب وكلشي كيجري في الغيط والكلاب مورانا وما كنشوفو والو، غير كنجريو. تفرقنا وبداو كيطلقوا علينا القرطاس، كل واحد فينا مشى لجهه. بقيت انا والدري سميتو عصام، قال لي اسمو نديرو دابا. ديك الغابه كبيره بزاف وما كيبان والو غير الظلام، وكنسمعو شي اصوات ما عمرنا سمعناها. اسمي عبد العال، من الجبعة، اقليم شفشاو. قصتي بدات واحد النهار كانوا شي دراري غادي لطريق تركيا، وجاتني الفكره نطلع معاهم، وداكشي اللي كان اجتمعنا 4 بينا، انا وبوجمعة ومحمد وواحد الدكتور. طلعنا لتطوان باش نقطعو البيوت وصفنا التذاكر غاليين، وقالوا لي نمشيو لمراكش من تما نقطعو، غيكون الثمن منخفض شويه مقارنه مع هنايا. قلت لهم ماشي مشكل، وشدينا الطريق لمدينه مراكش. ولقينا مشكل اخر، قالوا لنا كيطلبوا جواز تلقاح في المطار، واحد جوج دراري ما كانش عندها. رجعنا لتطوان مره اخرى وداروا الدراري تلقاح، وقطعنا البيا من تطوان 18/6/2022. تواصلنا مع واحد المرأة على قبل الدار باش ما نتمحنوش، وباش الانسان الا قدر الله وضرب وطاح يكون عندها فين يرجع. كانت هاد المرأة من طنجة ساكنة في اسطنبول، واتفقنا معها باش تقبلنا في المطار. درنا صورة جماعية وصيفطناها لها باش عرفنا منين نوصلو. النهار ديال الرحلة بالضبط من مطار ابن بطوطة طنجة، ودات الوالدة وطلعنا للطيارة وانا فرحان، واخيرا غادي نودع المغرب. قلعت الطيارة لمطار اسطنبول، نزلنا ولقينا هاديك طنجة وهي كتستنانا. ركبنا في جوج طاكسيات ومشينا للدار، مكانتش بعيدة بزاف على المطار، شي ساعة ديال الطريق. دخلنا للدار وسبنا شي دراري ولاد البلاد تما، إبراهيم ويوسف وشفيق كارين عندها. ارتاحينا داك النهار، والنهار الاخر جات وخلصنا ب70 يورو للشهر. داز شي 15 يوم وكان الحصار بزاف، والدراري اللي كانوا معنا غير اللي كيمشي كيشدوه، كلشي كيرجع مقتول بلاصة. وفكرنا نرجعو للمغرب. عيطت لواحد النسيب قطع علي انا وصاحبي الدكتور باش نرجعو وما نديروش نفس الخطا اللي دارو الدراري، غير كيفرجو كيطيحو. ولدنا في الصباح فطرنا وحبسنا طاكسي للمطار ونزلنا في طنجة. هذه هي الرحلة الأولى على طريق تركيا. كنت حاولت نحرق من المغرب أكثر من 3 ديال المرات وما كساش. داز عام واحد النهار كنسمع شي دراري ديال البلاد غادي لتركيا. عيطت لواحد الولد سميتو عصام، قلت له واش طالع؟ قال لي واه. قلت له واش ممكن تصيفط لي التاريخ وقتاش مقطعين؟ صيفط لي التاريخ وطلعت لتطوان وقطعت نفس التاريخ اللي كان 9/6/2023. شدينا الطيارة من طنجة المطار صبيحة ديريكت. نزلنا في المطار وكنشوف واحد الجو اخر. مشينا عند واحد الدري كيعرفو هاد الدراري باش نبقاو عنده بين ما لقينا شي حل. وصلنا للدار، والصراحة الدار مفرشخة ما فيها ما يدار. صبرنا وبتنا ديك الليلة، ونضنا في الصباح وصلينا وفطرنا، وخلينا واحد 200 ليرة لداك الولد اللي كان كاري تما، حيت مول الدار ما كانش تما، وخرجنا نقلبو على الكرا. كان الدراري عندهم واحد النمرة ديال واحد الولد سميتو بوبو من كازا. عيطنا لوجه عندنا، قالنا راه كاينة ندير الكرا، قالنا تبعولي. مشينا مع لواحد البلاصة باش نشوفو الدار، وانا غير مديكوتي. قال لي استناوني شوية ونرجع. قبل ما يرجع جانا واحد تركي قالنا شنو دخلكم لهنايا. بدا كيسب فينا حتى جا داك بوبو قالو هادو راهم معايا، وهداك التركي سكت. وانا تعصبنا ما عجبناش الحال. البارح لقينا نهار مكفس، ودابا كذلك. واخا هكاك صبرنا حتى واحد ما لقاه كيف بغا. قال لنا بوبو تبعوني.
دانا عند واحد الجزائري سميتو هارون. دخلنا للدار تفاهمنا معاه بسبانور، والدار كان فيها شي 20 واحد والدنيا مخلطة. جا عندنا داك الجزائري قالنا حضيو راسكم وكل واحد حدا الباسبور ديالو، راه الباسبور مغربي كيساوي الفلوس، كيخرجوا به الفرادة. شدينا واحد البيت فيها غير حنايا، واخا كيبغي يزيد علينا شي واحد ما كنبغيوش، وهكاك بقينا تما شي سيمانة. شرينا كاع اللي غادي يخص للرحلة، ولينا كنخسرو الفلوس بزاف، وقررنا ما نتعطلوش في تركيا وخاصنا نخرجو. الدراري كاملين كرهو وحتى انايا. بقينا على هاد الحال ودبرو النمرة ديال الحراك، تفاهمنا معاه ب100 اورو فيها الخطاف والكرياس، وفهمنا على النهار اللي غادي نخرجو فيه مع واحد السوري. جا النهار باش غادي نتحركو، جمعنا حوايجنا وبقينا كنستناو حتى صونا الحراك. قال لينا بعد غدا غادي تخرج. وقتها خرجنا عند السوري معروف اسانيوس بلوازم ديال الحراق، كيتعامل مع الحراق. قدينا داكشي اللي كان ناقص، ورجعنا للدار وعيطنا للحراق مع العصر، قالنا في العشية تكونوا واجدين. وداكشي اللي كان. جمعنا حوايجنا وجبنا الماكلة اللي غادي نديو معانا، الكركاع، الزبيب، الكاوكاو، الشوكولا والخبز والماء. وبقينا كنستناو حتى عيطنا الحراق مع المغرب، قالنا اجيو عندي للدار. هبطنا عندو لواحد البلاصة سميتها مسجد بلال. دخلنا للدار ولقينا شي ولاد البلاد كارين تما، سلمنا عليهم وجمعنا كاملين، وكان فينا الجوع. خرجوا منا واحد جوج جابوا الماكلة كلينا مزيان، وصلينا المغرب والعشاء. الحراق كان في دارو عيط علينا مرة أخرى، وكان معاه واحد الولد سميتو مروان. فاش كتوصل عندو خاصك تخلي له 50 اورو والباسبور، باش الا قدر الله واش شديتي تلقى باش تخلص الخطاف، حيت الخطاف ما معاش لا وما يعقلش عليك، والفرد عنده بحال السلام عليكم. الحراق عيط على الخطاف السوري، وانا كنشدك واحد الخلاء لانه ما عرفش راسك فين ماشي. ودانا ولاد بلادنا وشي دراري اخرين دعاو معانا، وخرجنا جوج جوج، وكانوا جوج ديال الجروبات خارجين ديك الليل، وغير الدراري ديال البلاد. ركبنا في الطوموبيلات، وكانت طوموبيله صغيره بحال شي كونغو. طلعنا حنا فيها 10، والريبيري اللي كيقطع الكرياج. المجموع 12 واحد، ضربوا بينا شي 30 كيلو وقال غادي يوقف، عرفناش شنو كاين. وصلت علينا واحد الطوموبيل اخرى وتزادوا علينا 6، ورجعنا 19 في طوموبيل صغير. هذا جالس على هذا، والحراره بزاف وعرقنا بحال كتخوي لينا الماء، والعاده برجلك ما عندكش فين تطلقها. واخا هكاك صبرنا، وكان خاص نقطعو 275 كيلو. مشينا بواحد السرعه كبيره، وخرجنا من الدار مع 10 ديال الليل. وصلنا مع الجوج، وقف بينا السوري قال لنا يلا هبطوا. غير الانقاذ كيدخل في الغابه كيجري، والطلبه بزاف ما عارفين فين كتوطا. ما عمري شفت بحال ديك الطلبه بالليل. منو علينا نشعلو الضو، الدراري تفرقوا كل واحد فين شي الطريق. اجتمعنا حنا جروب معنا الريبيل، ودرنا النقاط ديال الحراق. الريبيل ضرب على المابس والو ما بغاش يخدم، تعكس. وكان الدراري عندهم التليفون حتى واحد ما بغا يخدم عنده، وكان بغيو نوصلو للحراق كونيكسيو والو. وقررنا نكملو بلا مابس، وهادشي اللي درنا. كملنا طريقنا، وكان الطريق عامرة بالغيث، يلا كان طايحة الشتا، كل شوية كانوا طاف حفرة ديال الماء. بقينا ماشي حتى لقينا واحد الكروب كانوا شاعلين النار ومعهم الكلاب، والكلاب بداو كينبحو علينا وضواو فينا الضو. وحنا هربنا وتبعونا وما عرفنا واش عسكر ولا مافيا. العذاب وكلشي كيجري في الغيث، والكلاب مورانا وما كنشوفو والو، غير كنجريو. تفرقنا وبداو كيطلقوا علينا القرطاس. كل واحد فينا مشى لجهة. بقيت انا والدري سميتو عصام، قال لي اسمو نديرو دابا. ديك الغابة كبيرة بزاف وما كيبان والو غير الظلام، وكنسمعو شي اصوات ما عمرنا سمعناها. من جوج ديال الليل حتى ل5 وحنا في الغابة. كيبدا يبان الحال مزيان، بدينا مضاربين مع المابس وفي التالي خدام، ولقينا راسنا قراب للحدود بالغارية. تواصلنا مع الدراري وجمعنا من جديد، وجا عندنا الريبيري بدا كيحس فينا، ولقيت كامل الدراري تما. كان الساعة داك الساعة 6:30 ديال الصباح. ارتاحينا والريبيري كيطلع من النقاط باش يقطع الكريات، وفاش دور يدوز كيهرب من عندنا كيتخبى، من بعد كيرجع.
بقينا على هاد الحال حتى ل8. قالك يمكن نبقاو هنايا حتى الغدا، عاد غادي نقطعو الكرياج حيت كاين الحصار بزاف وما كانش عندنا شي حل اخر. واخا هكاك مرة كيديرو شي محاولة. وجاب الله طلع الريبيري وصاحبو قطعو الكرياج بسرعة، وعيط لنا الريبيري قال لنا طلعو دغيا. طلعنا كنجري وصلنا مع الكرياج. دخل الريبيري الاول وبقينا كندخلو واحد مورا واحد، كترمي الصاك وكتدخل مع واحد الفتحة صغيرة بزاف، حيت الا قطعنا الكرياج وكبرنا الفتحة غيشوفو العسكر التقطيعة ويطلقو علينا الكلاب ويشدونا من بعد. ضربنا واحد 2 سوايع وما كانش الراحة والوقوف. بعد 2 سوايع جلسنا ارتاحينا مزيان. شاف الريبيري النقاط وتوكلنا على الله. داخل الغابة كبيرة بزاف، ما كانش لا حجر في الارض غير الورق ديال الشجر. دخلنا في واحد المحمية وخرجنا منها، كلشي كنا راسطين وضاحكين حتى وقفوا عندنا 3 ديال العساكرية. ستوب ستوب. طلقوا القرطاس والدراري تهشروا. بغينا نهربوا ولكن ما كانش المسافة فين تهرب، بيننا وبينهم غير شي 2 متر. يمكن شافونا فاش دخلنا وسبقونا. فتشونا وبداو كيدوروا لينا واحد بواحد. جا عندي واحد وميت لي يدو وقال لي ماني. قلت له ما عنديش. قالوا لنا خويو السيكان وبدينا كنخويوه، وقال لنا رجال الحوايج في السيكان وطلبوا منا نحيدو الصبابط وربطونا بالخيوط ديال الصبابط وبداو كيجمعوا لينا التليفونات. قرب مني وحل التليفون وفتح له، مشاني شال المابس. كنسمعو كيعيط لشي عسكري قال له 79. عرفت بلي الدراري تاعو ما غادي يضيع حيت نفس النقطة. عطاونا شي ضربات وطلعونا لواحد البيستا انا وابراهيم صاحبي، ولقينا شي دراري محبوسين وجهونا كاملين غير. عيطوا لواحد الطوموبيل صغيرة طلعونا في الكوفر ب4 بينا وسدو علينا وداونا للحدود. ملي كيوصلوا شي طريق فيها الحفاري كيتعمدو يدوزو منا باش نضربو ويضحكوا علينا. نطق واحد منهم وقال لنا منين نتوما، قلنا لهم من المغرب. وصلنا للحدود ولقينا القيامة ديال البشر تما، وواحد الكاميو كبير وجاب البشر خواه، كاع الاجناس تما كاينين، بنات ونساء وكاين اللي مزوج ومع ولاد. جمعونا وصورونا وحرقوا كاع الحوايج وكيقلبوا التليفونات اللي مزيانين كيديوه واللي ما ساووا والو كيحرقوه. حتى الماكله اللي ما مفتوحاش كيديوه واللي كلينا منها كيرميوه. كاين 2 ديال العساكريه فيهم 2 ميت وفي الدم الهراوه. واحد كيوقف على اليمين وواحد على اليسار. كنبغيو نخرجوا مزموعين كيقول لنا لا، واحد بواحد. اللي كيخرج كيطلقوا فيه بالهراوه فين ما جات. خرجنا كاملين وبداو شي دراري كيسبوه وطلقوا علينا القرطاس وحنا هربنا دخلنا للغابه ديال تركيا. وهنا بدا واحد العذاب من نوع اخر عاوتاني من جديد. تمشينا شويه وشفنا العسكر ديال تركيا كانوا كيستناونا، ولا شدونا غادي يديونا للكام وغير خصك الباسبور وغيصيفطوك ديبور للمغرب. هنا قررنا نهربوا وداك الشيء اللي درنا. هربنا وبقاو كيطلقوا علينا القرطاس وطلقوا علينا الكلاب. واحد الولد باقي صغير كان مورايا كيجري، سمعت غير الغوات نتاعو. حبسوا الكلاب وكل شهر وكاملين تفرقنا، وبقيت بوحدي في وسط الغابة، لا تليفون لا ماكلة لا ما. بقيت حالتي حالة. شافني واحد الولد وجا عندي، تعرفت عليه وكان من أكادير. شدينا بجوج الطريق وكل مرة كنتلفو، ماشينا تلفنا شي 3 ديال المرات. عاد لقينا واحد الطريق وقررنا نمشيو معاه فين ما خرجت بينا. طريقنا لقينا واحد الولد باقي صغير تا هو تالف. رجع معنا وبقينا كنديرو غير الكرطون على رجلينا وشي شراوط باش نقدروا نتمشى. دخلنا لواحد الطريق وعرفنا بلي داخله لشي فيلاج. من 4 ديال العشيه حتى 12 ديال الليل وحنا غير وسط الغابه، وكنسمعوا شي اصوات ما عمرني سمعت. ضربنا واحد المسافه طويله وبدينا كنسمعوا اصوات ديال الماء. بقينا تابعين داك الصوت وكنا عطشانين بزاف. بدينا كنقربوا للصوت ديال الماء ولقيناها عاية. شربنا وارتاحينا مزيان وكلبات بزاف. بدينا تابعين واحد الطريق وكنا فوق العين، خرجوا فينا 2 ديال التواركه ومعاهم الكلاب. حسابنا بوليس. قالوا لنا واش اسطنبول؟ قلت لهم واه. قالوا لنا عطيونا 60 اورو نوصلوك. داك الولد اللي من اكادير ما قبلش قال لي بزاف، وكملنا طريقنا على رجلينا. دخلنا للفيلاج وفينا الجوع. شفت واحد الراجل كبير خارج من الجامع
مشيت عندو قلتلو بغيت الخبز، قال لي تبعوني ومشينا مع الدار. جلسنا فواحد الساعة قدام الدار هو دخل وجدنا الماكلة، وجا هداك السيد اللي قالنا نوصلكم لإسطنبول، قالنا اسمو كديرو هنايا، وقال لنا تحركوا من هنا. ما بغيناش وبدا كيسب فينا وبغا يصوني للبوليس. حنا خفنا وهربنا من تما ودخلنا للغابة. بقينا متسوسين شوية وكنشوفو جاو العسكر فعلا. عيطنا، بقينا تما حتى خوا الفيلات ورجعنا دخلنا له مرة أخرى باش ننسو في الجامعة وندفعو من البر. في طريقنا كنقلبو على أي حاجة باش نتغطى. بان لي واحد الولد قلتلو جيب لنا الخبز، والو ما بغاش عاوتاني، ولكن من بعد مشى جاب لنا واحد جوج كوميرات بحال الحجر يابسين، كليناه اللهم هما ولا ما كانش. نعسنا في واحد الدار مهجورة وبردنا بزاف، وردنا بكري وتحركنا من تما. لقينا واحد الخطاف مشينا عنده، تفاهمنا مع 3 بينا وتحركنا معاه تقريبا ندخلو للجروج. ولقينا واحد البارور رجع بينا الخطاف بسرعة كبيرة وبدلنا الطريق وحدنا. وجا خطاف آخر ركبنا معاه وقلنا بينا توا بسرعة كبيرة. وصلنا لإسطنبول أسانيور، خلصنا الخطاب وتفرقنا، كل واحد مشى للدار اللي كان فيها. ومشيت حتى أنا للدار، دخلت ما لقيت حتى واحد تما من صحابي. دوشت وصليت وارتاحيت شوية. الدار اللي خليت فيها الباسبور دخلت لقيت صاحبي إبراهيم اللي تفرقت معاه بالغابة. تا واحد ولد من فاس تحياتي ليه. خرجنا أنا وياه، جاب لي البيض وواحد العصير والخبز، شكرا ليه بزاف. كلينا أنا وصاحبي وارتاحينا. وجا داك الولد اللي خلينا عنده الباسبورات. خرجنا طلعنا للسكن ديالنا وبتنا ديك الليل، وبداو صحابنا كيوصلوا واحد مورا واحد، كلشي رجع. هداك الجروب فاتهم من 4 ديال الدراري، والشي الاخر كلشي طاح. بقينا تما شي ايامات، خرجنا وتسالينا شويه وقطعنا البي المغرب وشدينا الطريق المطار صباح انا وجوج دراري. دخلنا للمطار وخلاونا طبعنا الباسبورات وقطعنا في الطياره. نزلنا في مطار طنجة، طلعنا للمحطه. صحابي مشاو فين ساكنين، وكانت بقات لي واحد 20 اورو هي اللي عندي. كنت سرطة في المطار، فطرت منها وتقهويت ومشيت للتطوع. الصراحه باقي كنفكر نغامر داكسا. انا كنتاعي القصه ديالي. إلا كيعجبكم هذا النوع من المحتوى، متنساوش بارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم. السلام عليكم.